باختصار فكرة إنتاج هذا المكمل الغذائي؟ إنتاج أم اختراع؟ اختراع. أنا بالطبع بسم الله الرحمن الرحيم، أنا إنسان مخترع منذ سنوات. مش هذا هو أول اختراع، هذا ثالث اختراع اللي مسجل. أما عندي اختراعات أخرين مازال ما سجلتهمش. نقدر نهضرهم. تفضل تفضل تفضل. نعم. Bon, je fais de la recherche. C'est mon droit le plus absolu. Donc à chaque fois, je fais une invention. Pour la valider, il faut la présenter aux autorités compétentes. Je présente mon produit et les autorités ont des organismes spécialisés, les fiches techniques, les analyses et tout ça, qui attaquent le feu vert et attaquent le certificat de libre vente. تقدر تهبط le marché. Voilà. هذا هو طيب، كنا في البداية نسمع بأنه دواء ثم أصبح مكمل. لماذا هذا الخلط؟ هل هو خلط من طرف وسائل الإعلام، أم أنه في البداية كان راجع لأنه كان سيكون سائل ثم أصبح أقراص؟ أين الإشكال؟ لا مش الموضوع مش هذا. pour définir لكن n'importe quel produit إلى مكمل ولا produit pharmaceutique، هادو كاين des experts qui peuvent définir et trancher. إلى هذا produit pharmaceutique. Le produit pharmaceutique, il est spécifique. Donc, les analyses, ils vont identifier des molécules, c'est-à-dire une base chimique. فيها une molécule X. إلا la molécule elle est identifiée ومعروفة، تدخل في un paramètre. قال هذا anti inflammatoire ولا anti cancéreux ولا anti pérétique، يعني il le classe. ولا ما لقاوش une base chimique ولقاو فيه غير دي كومبوزونت ناتشورال، هذا هو يفوت الكومبليمون. فوالا. يعني الخبراء هم الذين يصنفون هل هذا يروح دواء ام يروح مكمل؟ بيان سير هو يعطيك لي كيما البشر الانسان. نعم. نتائج تحاليل يعني. الطبيب يبعثك يعطيك اون اوردونونس، يقول لك روح دير لي لي زاناليز تال باسكو هو يلي اوبجيكتيف يشيرش كيلكو شوز. وين يلقاها؟ يلقاها في لي زاناليز. s'il y a une pathologie ولا une suspicion d'une infection virale bactérienne، وين راح يلقاها؟ يلقاها في لي زاناليز، ماشي يشوفها بعينيه. ممتاز. فهمتني؟ لي زاناليز هذوك سي دي زاباري، سي توت اون سيونس مع دي سبيسياليست. طيب روحوا الاذان صلاه العشاء مباشره ونرجعوا نكملوا النقاش. مشاهدينا نرفع على مسامع حضراتكم اذان صلاه العشاء حسب توقيت العاصمه وضواحيها. قبل الله وصلاة الجميع. نواصل النقاش على المباشر مع الدكتور توفيق زعيبط، مبتكر ومنتج المكمل الغذائي RHB. دكتور زعيبط، كنت تحدث قبل الفاصل أو قبل الأذان عن أنه كل مخترع يقدم إلى المختصين في وزارة الصحة ويعطيهم نتائج ابتكاره وأبحاثه، وهم من يقولون أن هذا دواء أو غير أو مش دواء أو مكمل أو غير ذلك. أنت قمت بهذا الأمر مع وزارة الصحة. نعم بالطبع. وقالوا لك هذا مكمل غذائي. لا عندي ملفات. تفضل. عندي ملفات. نعم. ملف un bulletin d'analyse qui identifie le produit et vous donne يعني n'importe quelle composante حتى sous composante في البرودوي. يعني ما فيهش un produit chimique ما يقدرش يطلع le LNCPP comme étant un produit pharmaceutique. Donc يديروا لك le rapport d'analyse. Est-ce qu'il est toxique؟ فيه des composantes qui sont toxiques، يديروا لك عليه des réserves. Est-ce qu'il l'est pas؟ يعني درنا له جميع التحاليل. ملف ما شاء الله في لو سونتر تاع وزاره الصحه، يعني الانستيتو باستور، عند خبراء ودي بروفيسور كو جو سالو. يعني وما ينساش المواطن باللي عندنا ان ديسبوزيتيف اكستريمون بويسون كاين غير في الجزائر وفي لافريك دو سود. يعني عديد من الدول اللي حاطه، يعني حطينا احنا من الدول اللي لاباس بها ما عندهاش هذاك الماتيريال بور ايدونتيفيي ولا فير دي زيتود على اون سوبستانس ماشي ان برودوي. يعني سي ابري كيلكو موا اللي عطاوني لو رابور اللي بالك راكم شفتوه في التلفزيون مع وزير الصحه. في وزاره الصحه، خاطر هذه صحه المواطن، وانا مع المواطن، ما جينيش هنا باه نرهجوا الناس. بيان سور كو لازم، هذه لازم كاينه دوله تراقب ودوله تتابع في المواطن تاعها، وصحه المواطن تهم الدوله. دونك حنا
on se conforme à tout ce qui est loi, tout ce qui est réglementation. خاطر همنا احنا همي انا كشيرشور يا انفونتور انه ننفع ماشي نضر. مانيش قاصد بالاختراع، هذا اختراع منذ 12 سنه كو جو كروز ما تيت ماشي باه نضر به الناس. جي تو في غراتويتمون جوسكا مينتنون. مديتو للوزاره الوصيه، فوتوني بان رابور، فوت لوزاره التجاره. وزاره التجاره عندها دي سونتر تكنيك، eux aussi عندهم ان ديسبوزيتيف اكستريمون بويسون باه يدونتيفيك البرودوي ويعطيك دي سيرتيفيكا داناليز ويقول لك هذا فيه طون، كاينه اون ريزيرف على هذه، ستوب ما نعطيكش لا كونفورميتي، فازي ريفوار. هذه سا سباس يعني بور تو الموند، تو لي لابوراتوار. وحنا مدايرين دي سيرتيفيكا وعاودنا لا دوزيام اي لا تخوازيام فوا دون دي لابوراتوار ديفيرون. كنا في الجزائر في وهران. نعم. في الجزائر يا اخي احنا هذو الناس يقول لك راه ياناليزي برا. كيف احنا تحت الدوله الجزائريه وغطاء الدوله الجزائريه نروح ناناليزيه برا؟ غير معترف. اي سيرتيفيكا تجيب من برا. الوطن تاعنا مد لهادو الناس كيما افاك، اعطيه ان اغريمون يخدم بلي نورم تاع الجزائر. كيف نروح نجيب لنا سيرتيفيكا من برا وبور مو فونتي؟ ما كانش هذه، سا نيكزيست با في لا لوا. انت يا اخي سامحني، انت في لوتوروت تلقى لا جوندارمري اخي الجيريان، تلقى ان بوليسيي فرنسي ولا ان بوليسيي اونغلي يجي ينحيك الكوارت. بوليسي ما تعرفش به، سي لا ميم شوز. لازم واحد يمثل الدوله الجزائريه. كيف يقول لي روح جيب من الخارج؟ علاش فو فات با كونفيونس؟ فو مدوموندي كوا يعني واش المطلوب؟ الى الجزائر هي كامله ما تعرفش، هذه حكايه اخرى. طيب ما هي المخابه اللي توجهت لها في الجزائر؟ الجزائر مشينا لافاك، سي ان اكسبير جوديسيير اوبري دي تريبونو. مصنفتو الدوله تقدر تقول نيميرو 1 اون الجيري. مشينا له من قسنطينه، قطعنا كيلومترات حتى لوهران، وهو عضو فعال في حمايه المستهلك. هو اللي عطانا تو لي رابور. اي اون بلوس زدنا اون اوتر، عندنا ان اوتر سونتر انديبوندون في قسنطين، هذاك اللي تابع لوزين. يعني احنا نخدموا بدي نورم ما تقدرش ما تامنش عقلك، لا هذا كومبليمون ولا دواء. الناس داروا لومبيغويتي، خاطر انا تهمني صحه المواطن. انا نخدموا في لي نورم فارما يا اخي. روح اناليزيه الا لقيتو فارماسيوتيك ارواح ليا. مي نخدموا بيان سور يكون ستيريل وكونفورم، ونخدموا تخدموا ايادي جزائريه بلي كومبيتونس الجيريان. اي جو لو بريزونت اون طونك كومبليمون كيما راكم تجيبوا فيه من ايه، واحسن بلي زاناليز ان بروسيس. يعني شاك ايتاب نحبسوا نديروا لي زاناليز، سي تو فا بيان اون افونس. فيها 12 ايتاب، وحنا دايرين كونفونسيون مع لو لابوراتوار كي نو كونترول اي نو دون لا كونفورميتي. ونزيد نقول لك باللي المديريه تاع مديريه التجاره يراقبونا كل يوم، قراب لينا وقيلا ميم با 500 متر، وحنا ماذا بينا يراقبونا كل يوم. انا شوف جو لونس ان ابل، الا يقدروا يديروا هذه يبعثوا لنا ان اجون يراقب ايتاب بار ايتاب، وانا قابل. سي نورمال، صحه المواطن تهمني قبل كل شيء. وكون عندنا حاجه يعني فيها التباس ولا ما نخدموش. انا هنا في الجزائر وانا مسلم نمدوا لخاوتي المسلمين. انا على بالي واش فيه، ولي ريزيرف اللي ديرهم وزاره التجاره انا نقبلهم. وهذا الشيء اللي صرا اجراء روتيني عند كاع لي لابوراتوار في الجزائر. راهم يروحوا لهم، تخرج لا دي سي بي، تهز من ان لو ان ايشونتيون وتحطوا له في لا كارونتين. نو توش با سو لو. نعاودوا حنا نعاودوا لي زاناليز تاعنا، وانت عندك لي زاناليز تاعك، اي اون فا كومباري. كي نعطيوك الضوء الاخضر نجيوك اون فا فو سيزير بار ان بابي اوفيسيال، روح اطلق لو لو تاعك الي كونفورم. هذا ما صرا. طيب هناك وثيقه حابين نشوفوها تاع وزاره التجاره لمديريه التجاره في ولايه قسنطينه، لو أمكن مع الزملاء، وثيقه للترخيص بانتاج المكمل الغذائي. الوثيقه الثانيه اذا امكن مع الزملاء. نعم هذه الوثيقه الاولى. هناك وثيقه ثانيه، هذه هي. هذا الترخيص بانتاج الدواء. هكذا مديريه التجاره لولايه قسنطينه. يعني لما اعطوك هذه الورقه روح انتج على روحك. اقرا. نعم. نعم. بعدين الان لما انت خرج الدواء تاعك الى الاسواق، هذا ما حدث. مكمل عفوا، الى الاسواق. وبدايه شهر نوفمبر هكذا خرج للاسواق. بدات
شائعات، بدأ كلام، ثم توج ببيان من وزارة التجارة تطلب بمنع بيع المكمل الغذائي. الآن نعم. هذا هو السؤال المطروح، وقبل ذلك نعطيك سؤال آخر. نعم. المفروض أن وزارة الصحة هي الأولى التي تتكلم عن الموضوع إذا كان هناك منع، لأن الموضوع متعلق بالصحة قبل التجارة. نعم. ربما ما فهمناش حنايا لماذا القضية انتقلت من وزارة الصحة إلى وزارة التجارة. هل وزارة الصحة تراقب فقط الأدوية ولا تراقب المكملات، أم أن وزارة التجارة هي الجهة الوحيدة التي تراقب تجارة بيع مثل هذا المنتجات؟ شوف أنا نعطيك رأيي. تفضل معليش. صدر بيان من وزارة التجارة باللي أنا ما فهمتوش هذاك البيان، ما فهمت. معليش، علاش؟ خاطر قوات القلاقيل والبلبلة وماتوا 10 وماتوا 12، كاين أيادي وراء هذه الإشاعات. خاطر أنا جو بارطاج لافي تاع وزارة التجارة.